وصفة جديدة من وصفات رجاء في البيت. غادي نتقاسم معكم الجينواز. من اليوم ما بقات خلاك الجينواز البيضتان ناجحة مليون في المئة بطريقة سهلة ماهلة كيف ما تعودتوا معايا وبدون تعقيدات. كنحصلوا على جينواز سبونج اسفنجية قمة في اللذة والبنة، كتذوب ذوبان، كتجي راقية والنتيجة قدامكم. اذا بلا ما نطول عليكم كنتمنى لا عجبكم اقتراح اليوم تفاعلوا مع الفيديو توصلوا لاكبر عدد من اللايكات والبارطاج، ونخليكم تكتشفوا باقي التفاصيل. اذا على بركه الله كنحتاج البيضتان اللي يفضل يكونوا بحجم كبير. الا كان عندكم البيض صغير فغادي ديروا 3 البيضات، قبيصه الملحه، فانيليا للتنسيم ممكن تنسموا باش ما بغيتو، 90 غرام ديال السكر ما يعادل كاس الا ربع بقياس كاس العنبه. القاعده الجينواز كنحتاجو في كل بيضه واحده 30 غرام ديال السكر، فانا استعملت هنا 90 غرام كانني مستعمله 3 البيضات، غير يفضل ان البيض يكون بحجم كبير. فمباشرة غادي نوضع السكر أو كمية السكر بالكامل، وغادي نخفق على سرعة عالية حتى كيتضاعف حجم الخليط 3 أضعاف. فهنا الطريقة سهلة كي قلت لكم، ما كنحتاجوش نهائيا نفصلوا الصفار عن البياض. غير او واحد النقطه اللي مهمه بزاف باش يطلع معكم ويتخفق البيض بكل سرعه، ان البيض تكونوا جابدينه بليله قبل من الثلاجه، سينو غادي تعملوا الطريقه اللي عملت انا، بما انني جبت البيض حتى لاخر لحظه، فكتعملوا هاد الطريقه ديال حمام بخار، راه كيتخفق البيض بكل سرعه. وباش تنجحوا في تحضير الجينواز وتحصلوا على جينواز اسفنجيه او سبونج، فضروري تخفقوا البيض حتى كيتضاعف الحجم ديالو 3 اضعاف، كيصبح بلون فاتح بهذا الشكل، وايضا كيصبح حتى بقوام كثيف، يعني كيكون ثقيل كيف ما شفتوا معايا. هنا في هذه المرحله غادي نضيف 5 ملاعق من الزيت، طبعا ملاعق كبيره، مع الخفق على سرعه متوسطه، وطبعا 5 ملاعق من الماء. وشوفوا معايا اخواتي، واخا كنضيف الزيت والماء فما كيتغيرش القوام د الخليط او ما كيهبطش البيض، بالعكس كيبقى القوام ثقيل. فهنا كنحيد الباطور وغادي نوضع كأس ديال الدقيق بقياس كأس العنبة، ما تعمروش، ما يعادل 90 غرام، يعني قد الدقيق قد السكر، ونصف ملعقة صغيرة من خميرة الحلوى ما يعادل 4 غرام. ضروري ما كنغربلو الخميرة والدقيق. ومن بعد كندخلهم بالطريقه اللي موضحه في الفيديو من التحت للفوق حتى كندخلوا داك الدقيق في الخليط. ما تحاولوش تحركوا بسرعه باش كتحافظوا على داك البيض ما كيهبطش، وضروري ما كتاكدوا ان الدقيق انسجم بشكل جيد مع الخليط. شوفوا معايا القوام اخواتي كيكون ثقيل بهذا الشكل كريمي. فهنا كنحتاج لصينيه بمقاس 30 على 40، ولكن ما غاديش نعمرها بالكامل، يعني كنعمر غير 26 على 36. كي غادي تلاحظوا معايا بلي الخليط ما كنوصلوش حتى الاطراف او الحواف ديال الصينيه. صافي كتوزعوا الخليط قده وحده باش ما كيجيكمش الوسط غليظ والجوانب رقاق، خصوصا الجوانب ضروري ما كتوصلوا الخليط للجوانب لانهما الولا كينشفوا في الفرن. مباشره كندخل الجينواز للفرن اللي ضروري ومؤكد يكون مسخن من قبل على 200 درجه، النار كتكون من التحت ومن الفوق. لنجاح الجينواز وتحصلوا عليها اسفنجيه رطبه بهذا الشكل ضروري الفران كيكون ساخن، واكد على الفرن. وطبعا ما كتفوتولهاش 10 ديال الدقائق، الماكسيموم 12 دقيقه باش ما كتنشفش ليكم، ومنين كتجيو تلفوها كتكسر او كتهرس ليكم. فهنا كنقلبها، وطبعا كنرش لها القليل من السكر الثقيل على الوجه ديالها، وكنبدا كنلفها بهذا الشكل. وفي هذه الاثناء غادي نمر نحضر او نتقاسم معكم طريقه الكاناش اللي كنحتاج لها 150 غرام ديال الشكلاط بنوعيه، زائد 150 غرام من الكريمه السائله، يعني قد كميه الشكلاط قد كميه الكريمه. كنوضع الكريمه في الطنجره حتى كطلع فيها الغليه، عاد كنطفي على النار وكنوضع الشكلاط، كنخليه غير شويه وعاد كنبدا كنحرك باش كيذوب. شوفوا معايا باش كيشد داك الحراره وكيذوب لينا بسرعه. وهنا كنبقى نحرك حتى كنحصل عليه بهذا القوام. هنا كنحيد واحد 100 غرام من هذا الكاناش، كنحتفظ بها جانبا. كنتركوا الكاناش حتى كيبرد، كيعقد وكيتماسك، كيصبح بهذا الشكل. الا لاحظتوا ان الكاناش ديالكم محبب ملي كيكون ساخن، فيفضل انكم تخدموه بالميكسور باش كيجي ليس وكيجي كريمي بهذا الشكل. هنا كنمر الجينواز، شوفوا معايا اخواتي راه ما كتكسرش نهائيا، فغادي نسقيها بالحليب، ممكن تسقيوها باش ما بغيتوا باي نكهه كتفضلوا. وطبعا كنوضع الكاناش بهذا الشكل
غادي نوزعو بسباتول كي كتلاحظوا معايا غير بشويه في هذه المرحله، لان الجينواز راه كتجي هشيشه وفتيه بزاف باش ما كطلعش ليكم من بلاصتها. والمهم توزعوا داك الكاناش حتى كتغطيو الجينواز ما كتبقاش تبان نهائيا. عاد كتوضعوا مكسرات محمره، كاوكاو كونكاسي محمر او لوز محمر، ليكم الاختيار كيف. الا ما كتوفروش عليه ممكن تستغناو على هذه المرحله. كي كنقول لكم دائما ماشي بالضروره تلتزموا بهاد المقادير اللي كتشوفوا معايا في لا فيديو اللي عندكم غادي تخدموا به. المهم هو الجينواز قسمتها معكم بمقادير مضبوطه. هنا في هذه المرحله ديال اللف ضروري ما كتزيروا يديكم بزاف باش ما كيبقاوش لكم الفراغات في البوده. وطبعا كتوضعوه في المجمد من بعد ما كتلفوه في ورق الفرن، على الاقل تركوه عفوا واحد الساعه. هنا غادي نمر نحضر معكم الكلاصاج اللي كنحتاج له 100 غرام من الشكلاط. انا استعملت هنا شكلاط بنوعيه، شكلاط بالحليب وشكلاط كيحتوي على نسبه عاليه من الكاكاو، و30 مليلتر من الزيت، وايضا 30 غرام من اللوز كونكاسي اللي كيكون محمر او كاوكاو كونكاسي اللي كتوفروا عليه. المهم كنضيف الزيت من بعد ما ذوبت الشكلاط في حمام مائي. المهم حتى كيذوب الشكلاط عاد كتضيفوا له الزيت وكتحركوا مزيان كيصبح بهذا القوام. من بعد كتضيفوا له الكاوكاو كونكاسي 30 غرام او اللوز كونكاسي اللي كيكون محمر وكتحركوا. طبعا بعد ما كيدفى هذا الكلاصاج عاد كتمروا كتكلاصيو به الجينواز. شوفوا معايا اخواتي مباشره كتبداو كتكلاصيوها بهذا الشكل. طبعا راني مفرشه او واضعه عفوا كيس بلاستيكي باش كيطيح عليه داك الشكلاط هكا باش كنسهلوا علينا الخدمه. يعني داك الشكلاط اللي طاح راه كنحتفظوا به في نفس الكيس البلاستيكي. طبعا من بعد ما كيجمد داك الشكلاط فكنمر كنقطعها لكم. شوفوا معايا اخواتي كي كتجي. بالنسبه ل 100 غرام ديال الكاناش اللي لقصت في الاول فكنطربها او كنخفقها وكنعمل بها ورود بهذا الشكل. كنعمل واحد الجويف من فوق داك الورود غير بالملعقه وكنعمرهم داك الكلاصاج عفوا اللي شاد ليا بهذا الشكل. بالنسبه للكريمه الثانيه كنحتاج لها 200 مليلتر من الكريمه السائله اللي كنخفقها حتى كتطلع بهذا الشكل. وهنا ممكن تنكوها باش ما بغيتو. انا كنقترح عليكم نكهه القهوه. احتاجيت غير القهوه سريعه الذوبان اللي ضفت لها شويه ديال الماء وصافي ضفتها. وايضا البخاليني ممكن تضيفوا ديال اللوز او ديال الكاوكاو اللي كتوفروا عليه. كيف ممكن تنسموا هاد الكريمه غير بالنكهات اللي كتباع ب5 دراهم. ممكن ديروا النكهه ديال الناطا او ديال الكراميل كابوتشينو الحامض، ليكم الاختيار. من بعد كنوزع داك الكريمه على الجينواز الثانيه اللي حضرتها حتى هي بنفس الطريقه، وكنعمل واحد البودان ديال الكريمه بهذا الشكل. وهنا غادي نوضع الكراميل تحضير منزلي غادي نحاول نتقاسموا معكم ان شاء الله في اقرب وقت. ناجح من اول مره وغير بمكونين فقط. كنوزعوا او كنعمل خطوط الكراميل وصافي كندلف يديا وكنزير مزيان. من بعد كنزين الوجه ديال هذا الكيك رولي بالكريمه المتبقيه وكندوزه الوجه ديالو في الكاوكاو او اللوز كونكاسي اللي كيكون محمر، وايضا البواقي ديال عجينه الملفاي. كي كنقول لكم دائما حتى شي حاجه ما كتضيع حتى شي حاجه ما كتلاح، كلشي كنحتفظوا به كنرجعوا نخدموا به فيما بعد. وطبعا كنعمل ورود بهذا الشكل وكنزين بالكراميل. طبعا التزيين كيبقى اختياري على حسب الرغبه ديالكم، على حسب المتوفر، على حسب شنو كيبغيو وليداتكم. ماشي ضروري كي كنقول لكم دائما تلتزموا بهاد المقادير اللي كتشوفوا في لا فيديو. المهم هو الجينواز قسمتها معكم راها ناجحه اقتصاديه غير بيضتان، وكنحصلوا على جينواز اللي كتجي اسفنجيه سبونج كتجي كتذوب ذوبان. والبنه ما نقولش لكم ضروري تجربوها تردوا لي الخبر في التعليق اللي كيفرحوني بزاف. كان هذا هو الشكل ديال الكيك رولي قدمته لكم بالصحه والراحه. الى عجبكم اقتراح اليوم كنتمنى تفعلوا مع الفيديو وتوصلوه لاكبر عدد من اللايكات والبارطاج. ما بقى لي نقول لكم غير الى اللقاء لوصفه اخرى من وصفات رجاء في البيت. احبكم في الله، مع السلامه.